طبعا بشكر الزميل هشام ابراهيم على هذه التقارير، لكن ان شاء الله الجزء الاخير من حلقتنا هنتكلم عن قطاع الناشئين. كان المفترض جزء من حلقتنا النهارده وجزء كبير كان يكون بيشرفنا فيه الكابتن احمد داوودة والكابتن كيمو، المفترض ان هم نجوم النادي الاسماعيلي، لكن للاسف بعد ما اتفقنا معاهم هم لم يعتذروا عن عدم الحضور، هم قفلوا موبايلاتهم وما ردوش علينا. كل انا عايز اقوله ان انتوا بعد كده بتزعلوا، بتقولوا ان في حالة من الاهمال الاعلامي، او ان انتوا ما بتقدروناش. تفرق كتير، لكن هيكون في تعامل بشكل مختلف مع حضراتكم بعد كده في الفترة اللي جاية. اعتذر وانا هتقبل عذرك بشكل شخصي او بفريق العمل كلنا، احنا مش هنغصب عليك ان تكون موجود معانا، لكن في النهاية لازم يكون في تعامل بشكل جيد، لان في النهاية احنا بنعمل على خدمتكم واحنا مش هنقف على حد. ده اللي انا عايز اقوله لكابتن احمد داوودة وكابتن كيمو. قطاع الناشئين يا كابتن، يعني في معلومة السنة اللي فاتت مدربين قطاع الناشئين ما خدوش رواتبهم، صحة المعلومة؟ هو السنة اللي فاتت بالذات يعني كان فيها انتظام للرواتب. انتظام؟ ولا ما خدوش رواتب؟ لأن الحاج محمد أبو سعود كان منتظم في وهو خارج النادي. هو خارج النادي كان في انتظام لغاية شهر 5 لحد شهر 5. إنما ممكن تكون ما فيش انتظام للسنة اللي قبلها واللي قبلها، يعني 2009 2010 2010 2011. في يعني مش كلهم طبعا، لان في ناس جدد وفي ناس تمشي ومش عارف ايه، انما السنه اللي فاتت بامانه كان في انتظام جدا. الحاج محمد سليم كان حريص من خارج النادي طبعا مع الاتفاق مع الدكتور رافت انه كان يعني متكفل برواتب الناشئين السنه كلها يعني. انما انا بقول بصحح المعلومه بس. انا بسال المعلومه موجوده، انا ما باكدهاش بس في من 2009 2010 2010 2011 الموسمين دول. مش كل الناس طبعا، لان كان في ناس موجوده اللي موجوده بس يعني فضل. بس انا حبيت بس اتاكد من معلومه من حضرتك. اتفضل. من وجهه نظرك اهم مشاكل القطاع في الفتره الحاليه؟ هو برضو يعني سواء كنت موجود او لا، هي مشاكل الملاعب. طب ما هم بداوا يشتغلوا يعني حتى لو هياخد على المدى البعيد ملاعب. والمدربين المحترمين برضو يكونوا موجودين طبعا، كله بيجي له فرصه. رايك في تشكيل القطاع؟ انا بجري معاك لان وقت حلقتي بيجري. ربنا يوفق ان شاء الله. كل لازم نثق فيهم. القطاع طبعا برضو انضم لهم برضو كابتن مطالب طبعا. كابتن مطالب مش هو بيجتهد الراجل، مع كابتن عصام ومع كابتن عادل ابو جريش طبعا. انضم لهم كابتن محمد معاطي برضو كراجل اخ عزيز، وبرضو من ابناء النادي الاسماعيلي طبعا معروفين وكده. فنتمنى ان ربنا يوفقهم ان شاء الله، ولازم برضو عايزه مسانده ان شاء الله. ايوه المسانده. ايه المطلوب من مجلس الاداره لمسانده القطاع؟ اول حاجه محمد طبعا في كل لقاءاته سواء بعد نجاحه كرئيس النادي او قبل، كان قال لك قطاع ناشئين فده طبعا مؤشر جيد. وان شاء الله هو فعلا فيه اهتمام زي ما قلت لحضرتك برضو في الملاعب 2 ده اللي هيتعمل ان شاء الله. هم شغالين فيه. الحاج حمد برضو وعد ان شاء الله، هم بداوا بالفعل الشغل فيه يعني. فنتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفق. انا برضو سواء النادي الفريق الاول انا متفائل، ومع قطاع ناشئين ان شاء الله انا متفائل. بيتم ازاي؟ انا برضو بجري عشان تبقى اولياء الامور عندها رؤيه لده سريعا يا كابتن. بيتم ازاي تقييم اللاعبين في القطاع سواء بالاستبعاد او الابقاء عليهم في القائمه؟ المستوى يعني مش معقوله مدرب يكون موجود ومش عايزين نقول بقى ونوع من عمليه التشكيك والتخوين والحاجات دي، لا. احنا بنقول ان برضو في ناس مسؤولين ومشرفين بيتابعوا عمليه الاختيار، وبيؤكدوا ان اللاعب الجيد هو اللي يستمر في النادي، واللاعب الثاني يعني بشياكه كده وبادب مثلا يشوف اكاديميه، يشوف نادي ثاني. بالنسبه للعيبه الصغيره نعم. فهي عايزه مصالحه وعايزه مش عايزين تخوين، لا ده استفلام مش عايزين نتكلم في كلام، ناخد في الكلام ده. احنا عايزين اللعيبه الجيده داخل النادي الاسماعيلي، عشان في الاخر النادي الاسماعيلي ما عندوش فلوس يشتري لعيبه كل سنه غاليه. هو قطاع الناشئين هو الكنز بتاعه. صحيح. فبنحافظ على اللعيبه الجيده فيه عشان ربنا يوفق. حلوه من الكنز دي نختم. كابتن اسماعيل حفني المدير الفني الاسبق للنادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا. نورتني. مش هتنازل عن السحور بس هاخده حتى على الترابيزه كده. شرفتني يا ابو الكباتن. اتفضل. بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا النهارده. بشكر فريق العمل الزميل احمد امين رئيس التحرير، بشكره شكرا جزيلا. الزميل هشام ابراهيم مراسلنا المميز، فريق الاخراج مصطفى العريان، محمد عادل، الزميل حسام شلبي مخرج البرنامج. كل الشكر لفريق العمل على مجهودهم الرائع.
تحياتي لحضراتكم، خالد يوسف.